اهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بالف خير. ايه رايكم نعمل مع بعض البطاطا؟ مش هنشويها بقى في الحله ولا هنشويها كده في قلب البوتاجاز كده، هنشويها برضو بس هنشويها بطريقه جديده في الكيس الحراري، والنتيجه تطلع مضمونه ومش هتاخد سوا كتير مننا زي ما بتاخد. بصوا حبايبي، مستويه وجميله، وهنحط لها معلقه نخليها مسكره. انا هنا معايا كميه البطاطا اللي هنحتاجها. هتغسليها كويس، تنقعيها طبعا وتغسليها كويس. ساعات البوز كده بيبقى مقطوع وفي طينه، فهنقطع الحته دي بالسكينه وننضفها. هنجيب هنا كيس حراري ونحطه في صينيه. الاكياس الحراريه ديت ليها 3 مقاسات يا حبايبي. طبعا انت هتجيبي الكيس حسب كميه البطاطا اللي انت جايباها. لو هتستعملي كميه كبيره هتجيبي المقاس الكبير. بعد ما حطينا كده البطاطا في الكيس، هنظبط كده البطاطا في الكيس عشان نعرف نقفله بعد ما نخلص. البطاطا مفيدة جدا وخصوصا للأطفال الصغيرين. هنحط بقى هنا معلقة واحدة بس سكر، معلقة أكل، هنرشها كده على البطاطا. هتكرملها كده من بره وهتخلي شكلها وطعمها مسكر، شكل حلو طبعا والطعم يبقى مسكر وهتبقى مسكرة قوي البطاطا. هنقفل الكيس. بصوا الحلاوه والجمال، ادي صينيه البطاطا جميله معانا. بسكينه هنا كده يكون بوزها رفيع، وهنعمل ثقب واحد في الكيس، ومولعه طبعا الفرن على درجه حراره 200 وسايباه يسخن. ادي شكل البطاطا، السكر متوزع اهوت على البطاطا كلها. هدخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تستوي. ادي يا حبايبي البطاطا بعد ما استوت، طبعا الكيس سخن جدا. بصوا شكلها جميله قوي. هنفتح كده الكيس مع بعض. الكيس الحراري سواها بسرعه، ما خدتش وقت خالص معانا. بصوا السخونيه، طبعا عشان لسه مطلعه من الفرن سخنه جدا، بس انا بفتح كده عشان نشوف مع بعض الحلاوه والجمال دوت. هحاول كده اطلع واحده معاكم. ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ بصوا جميله جدا وشكلها من بره جميل ومستويه ودايبه دوبه اهيت. بصوا الحلاوه فعلا معسله قوي يا بطاطا. هنطلعها بقى يا حبايبي كده في طبق التقديم، وهقفل كده اللي انا كنت مطلعاها دي. بصوا شكلها كلها لون واحد، معلقه السكر كرملتها. بعد ما طلعنا كده البطاطا في الطبق، هبتدي كده بالمعلقه هلم السكر اللي كرمل دوت في الكيس، هرشه كده عليها يديها شكل حلو. وادي حبايبي البطاطا بكل سهوله. يا رب تكون طريقه البطاطا دي عجبتكم، واشوفكم على الف الف خير.